يا صباح الخير يا صباح الفل. حور لما طلبت من حنين ان هي مش قادرة تتكلم، قامت حنين قالت لها خلاص نتكلم بكرة، وادي بكرة جه. يلا بينا نشوف قالوا لبعض ايه. صباح الخير يا حور، ايه نمتي كويس؟ صباح النور يا حنين. ايوه الحمد لله نمت كويس. حنين انا متلخبطه قوي وتعبانه اهدي انا فاهماك. انا لقيتك امبارح عايزه تغيري جو كده، فعزمت ياسمين تيجي تفطر معانا النهارده، وبالمره نقعد ندردش شويه كده. اجري انتي بس اطلعي كده، جهزي نفسك على ما هي تيجي وانا هحضر لكم الفطار. حاضر هطلع. شكرا يا حنين. اكتر حاجة عجباني في الموضوع ده هوت ان الكبير هينصح الصغير، وعلى رأي المثل اللي اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة، والدنيا ما هي الا خبرة. انقذتيني. يلا ادخلي حمري الطعميه. انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده بس يا رب. بقولك يا حنين، انا جايه لاختك. صحيح، ده احنا لازم نرتب كلامنا لحسن يبقى متناقض. ماشي، انا عارفه ان اختلاف الاراء لا يفسد للود قضيه، بس هنا بقى هيفسد للود قضيه، ما ينفعش. احنا بنعلم حور الصح من الغلط عشان بس اللخبطه اللي حصلت لها دي. لا ما تقلقيش، احنا كل اللي هنعمله هننصحها بالصح اللي احنا عملناه عشان لو عايزه تعمله، اما هنقول لها على الغلط اللي احنا غلطنا فيه عشان تتجنبه وما تعملوش. الموضوع ما فيه نصيحه، لانها داخله في حياه احنا عشناها قبل كده، فخايفين ان هي تقع في اي حاجه تانية. ازيك يا ياسمين، عامله ايه؟ منورانا. واو، ايه القمر ده يا حور؟ ده بنورك. تعالي يلا الحقي الفطار. ايه يا حور، اخبارك واخبار الجامعه واخبار زمايلك واخبار، احكيلي كده ايه اخبارك؟ جامعة؟ لا خلاص ما عدتش هروح الجامعة، مش عايزة. ايه ده ليه طيب؟ مين زعلك ولا ايه اللي حصل؟ لا يا ياسمين، المكان مش مكاني، مش لاقي حد زيي. ممكن انا اللي وحشة، يعني لما بفكر كده الاقي ان حنين لقيت صاحبة زيك، وانتي برضو لقيتي صاحبة زي حنين، بس انا مش لاقي حد زيي. يا حور، ممكن اسألك سؤال؟ هو انت نفسك الصحبة بتاعتك تبقى ازاي؟ تبقى زيك في ايه بالظبط؟ نفسي نكون شبه بعض، ساكنين جنب بعض، بنروح الجامعة مع بعض، حتى بنحب ناكل في المطاعم زي بعض. طب مش شايفة ان دي حاجة مملة شوية؟ على فكرة يا حور، انا ساكنة في حتة وحنين ساكنة في حتة. حنين بتروح الجامعة بطريقة وانا بروح الجامعة بطريقة تانية. حنين ليها ستايلها وانا ليها ستايلي. وعلى فكرة انا وهي بنروح الجامعة في ايام عكس بعض، لان هي اختارت القسم اللي هي بتحبه وانا اخترت القسم اللي انا بحبه. لو احنا الاتنين كنا شبه بعض في كل حاجة، كان في واحدة هتهد مستقبلها علشان التانية. الإناء المراقب لا يغلى أبدا. خلي الجملة دي قاعدة في حياتك يا حور يا حبيبتي. طول ما انت مركزة على حاجة واحدة في حياتك ومراقباها، عمرها ما تيجي أبدا. خلي الصحوبية دي تيجي زي ما تيجي، جت خير وبركة، ما جتش خلاص. اتعلمي امتى تقولي لأ. في فرق ما بين حب النفس والأنانية. لما تحبي نفسك وتهتمي بيها، بس اوعي تيجي عليها عشان خاطر حد تاني. ادخلي القسم اللي انت بتحبيه، كلي في الوقت اللي انت عايزاه، مش لازم تروحي تاكلي عشان خاطر بس صحابك عايزين ياكلوكي. هما ما يعرفوش ظروفك وانتي ما تعرفيش ظروفهم. انتوا بتقولوا ايه من ورايا؟ كنت بكلمها عليكي يا استاذه. بقى كده؟ طب مفيش طعميه. وبعد ما خلصوا خناقة على طبق الطعمية، حور سرحت لبعيد وافتكرت كلام باباها ليها وهي صغيرة. بصي يا حور يا حبيبتي، انا هقولك حاجه تحطيها حلقه في ودنك. عايزه تنجحي، ابعدي عن كلام الناس. كده كده الناس بتتكلم، لكن كلامهم لا بيودي ولا بيجي، ده بيأخر ولا بيبدر. حاضر يا بابا. وحاجة كمان يا عروسة يا حلوة،
يوم ما تكبري ويجي الوقت عشان تختاري شريك حياتك ركزي كويس. الدنيا دي فيها اتنين، الخير والشر. احنا ما نعرفش مين فيهم الخير ومين فيهم الشر غير لما نشوف ونتعامل. خليكي حذرة في التعامل. الدنيا واسعة، شوفي رزقك فين وخليكي في اتجاه الخير يا حور. حور حست بعد ما افتكرت كلام باباها وسمعت كلام ياسمين إن لأ، هي كانت ماشية في طريق غلط ولازم تفوق وتمشي في الطريق الصح. زي ما باباها قال الدنيا فيها اتنين، الخير والشر، وهي لازم تمشي في طريق الخير. شكرا يا رب انك انقذتني في الوقت المناسب. انا فعلا كنت غلطانة، لابسة لبس مش لبسي، بمثل شخصية مش شخصيتي. شكرا انك بعتلي الناس اللي انها تلحقني في الوقت المناسب. انا لازم اغير نفسي من النهاردة، لا من دلوقتي، واحدة واحدة، وكل حاجة هتبقى كويسة. قليل دائم خير من كثير متقطع. هاي، شفتي الحمد لله الموضوع كان حلو ازاي؟ كل اللي حور كانت محتاجاه كلمتين طالعين من قلب صادق. اطمني وخليكي معاه قوي الفترة دي، لان الفترة دي هتبقى هي فترة النضج الحقيقية. يا حنين بس ما تحلفيش. لا لا لا، حاضر هاجي اتغدى معاكم بكرة. حاضر، يلا مع السلامة. تتغدي؟ هو انا جبت سيرة الغدا؟ شفتي اديك طمعتي من الطعمية اللي انا عملتها لك اهو.